النهارده انا جاي اتكلم عن موبايل جديد وبدا ان هو يتباع في مصر بشكل رسمي، وبسعر الصراحه انا شايفه هو مناسب جدا لامكانياته. الموبايل ده كده هو الريلمي 11 برو، ولكن دي النسخه بقى البرو العاديه، لان في نسخه ثانيه اعلى منها شويه وهي الريلمي 11 برو بلس، واتكلمنا عنها تقريبا في اول فيديو نزل على القناه. المهم يعني النهارده انا جاي اتكلم عن الريلمي 11 برو، بما انه بيتباع في مصر عادي جدا، تقدر بقى تشتريه على امازون او من اي محل عادي. هتكلم بقى عن مواصفاته وعن سعره وعن عيوبه والحاجات اللي فعلا ممكن تخليك تشتريه والحاجات اللي تخليك ما تشتروش. كفايه تضييع وقت كده بقى، وخلينا نخش في الفيديو على طول. نبدا كده باول حاجه انت عينك هتقع عليها فعلا اول ما تمسك الموبايل ده، وهي التصميم. عموما كده سلسله الريلمي 11 تقريبا جايه بنفس التصميم، فيما عدا الريلمي 11 العادي لان هو تصميمه مختلف شويه، ولكن ما زال برضه محتفظ بالهويه بتاعت بقى الظهر اللي من الجلد وبالكاميرات المدوره اللي ورا. عندك هنا بقى تصميم الريلمي 11 برو هو نفس الديزاين بالظبط بتاع البرو بلس، حرفيا لو حطيتهم جنب بعض كده مش هتعرف تفرق بينهم تماما، جايين بنفس التصميم وبنفس اللون وبنفس الابعاد بقى وكل حاجه، حرفيا مش هتعرف تفرق ما بينهم. ودي ميزه الصراحه انا شايفها حلوه جدا، لانها هتخليك تاخد تصميم برو بلس اللي هو اغلى اصلا في موبايل ارخص حبه حلوين. عندك بقى الظهر من الجلد كده مع فريم من البلاستيك، ونفس الكاميرات الدائريه بالظبط هي نفس التصميم. انما بقى لو انت بتدقق قوي في الحاجات الصغيره فهتلاحظ ان ظهر البرو بلس نفس الكاميرات كده مكتوب عليها 200 ميجا بكسل، انما النسخه البرو مكتوب عليها 100 ميجا بكسل. ده الفرق الوحيد حرفيا اللي انت ممكن تلاحظه كده في تصميم الموبايل ده. حتى تصميم الشاشه هم واخدينه من بعض كوبي بيست، هي الشاشه الاموليد الكيرف اللي ما فيهاش حواف خالص، واللي جايب هول بانش كده في النص. الشاشه بقى بتعرض لك 1 مليار لون داعمه اتش دي ار 10 بلس، وكمان جايب اسطوع هنا 950 نت، ده كده البيك برايتنس بتاعها. هي نفس الشاشه بتاعت الرينو 10 5 جي واللي اتكلمنا عنه كده من كام فيديو. المهم دلوقتي انا عايز اخد رايك كده في حاجه سريعه، هل شكل الاضاءه دلوقتي احسن ولا من كام ثانيه؟ انا عايزك كده ترجع بالفيديو ده 5 ثواني ورا ولا حاجه وتشوف شكل الاضاءه ساعتها وتشوف شكل الاضاءه دلوقتي، واكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات كده انهي شكل اضاءه احسن. وكده بقى نرجع دلوقتي كده نفس الاضاءه اللي كنا عليها. فباختصار شديد كده تقدر تعتبر ان النسخه البرو من الريلمي 11 هي نفس النسخه البرو بلس في نقطه التصميم والشاشه، ومش بس التصميم والشاشه، انت كمان معاك كده نفس معالج ال 11 برو بلس وهو ال 100 تك دايمنسيتي 7050. المهم يعني ان المعالج ده هو معالج معادل جدا للسناب دراجون 778 جي اللي بقى لنا بالمناسبه كده سنتين بنشوف، فاللي هو الفكره ان مفيش تطوير. دي حاجه مضايقاني الصراحه شويه، لو انا كنت عايز اشوف حاجه اعلى في السعر ده، بس اوكي جدا يعني انت عندك النسخه البرو بلس من الريلمي وعندك الرينو 10 كمان، الاثنين دول في سعر اعلى من ده بحبه حلوين وجايين بنفس المعالج. ولكن الموبايل ده عموما بقى بالنسبه للمنافسين بتوع من باقي الشركات تقريبا كده اقل حاجه ممكن تجيبها في السعر ده هو المعالج ده اصلا. فبالنسبه للموبايل ده المعالج ده يعتبر كويس جدا. موبايل هيديك اداء حلو جدا كاداء يومي طبعا مع واجهه ريلمي السلسه جدا، وبرده في الالعاب هيبقى حلو قوي معاك لانه بيلعب هنا على اتش دي ار وفريم ريت الترا زي الموبايلات اللي اغلى منه بكتير. في بقى ميزه قويه جدا في الموبايل ده ومش بشوفها كتير الصراحه في الموبايلات اللي في السعر ده، وهي حوار الاستيريو سبيكر. الموبايل ده كده جايب بصوت ستيريو، واللي هو شيء بالنسبه للموبايلات اللي في السعر ده يعتبر نادر انك تشوف. عندك هنا صوت ستيريو هو مش احسن حاجه طبعا في العالم يعني، ولكن بالنسبه لسعره ده يعتبر ممتاز. الصوت هيبقى جاي من الناحيتين، الصوت هيبقى عالي، مش اقوى بيز موجود في السعر ده ولكن هو كويس، هيبقى احسن كتير جدا من اي موبايل جايب بصوت مونو في السعر ده. فدي ميزه قويه جدا تكمل لك بقى على الشاشه الحلوه جدا اللي موجوده هنا مع المعالج اللي هيسد معاك في الجيم. وعايز اقول لك بقى على حاجه كده احنا اتعودنا عليها اصلا في السعر ده، وهي حته الهيدفون جاك والميموري. الموبايل ده مش داعم للاثنين دول، وده شيء خلاص احنا اتعودنا عليه اصلا، ما بقتش عيب خلاص. هو احنا كده اي موبايل بقى بينزل اليومين دول بقى لا جايب هيدفون جاك ولا جاي حتى مكان الميموري. بالنسبه بقى للشبكات والبصمه وحوار برده سنسور المكالمات، عايز اقول لك ان الثلاث حاجات دول في اوبو وفريمي الصراحه بيبقوا 10 على 10. هتبقى واخد شبكات ممتازه جدا سواء بقى واي فاي او مكالمات، والبصمه اللي تحت الشاشه سريعه جدا، يا اسرع بصمه فئتها السريعه اصلا. وحوار بقى سنسور المكالمات ده بيقفل على ودنك بالظبط، واول لما تشيله من على ودنك بيقوم شغال. والحوار ده انا عايز اقول لك ان احنا بنشوفه في موبايلات اغلى من ده بكتير، يعني حاجه مثلا زي الاونر 90 في مشاكل في سنسور المكالمات، فالموبايل ده في الثلاث حاجات دول الصراحه هو ممتاز. خلينا بقى كده نشوف البطاريه بتاعت الموبايل ده. بطاريه الموبايل ده كده هي 5000 ملي امبير، بطاريه حلوه جدا تكمل معاك اليوم مستريح لو انت استخدامك متوسط، وجايب شاحن الصراحه يعتبر كويس جدا وهو 67 واط. واللي بنشوفه حاجه زي الاونر 90 ورينو 10 اللي اغلى من سعر الموبايل ده كده حوالي 6000 جنيه، فالشاحن ده الصراحه هو ممتاز جدا في سعره. مفيش غير موبايل واحد بس مع الريلمي 11 برو اللي في نفس السعر ده واللي جاي بيشحن 65 واط او اعلى، وهو الرينو 7 5 جي. وممكن برضه ان انت تلاقي الرينو 8 5 جي وساعتها هيكون طبعا اعلى لانه هو 80 واط. بس الرينو 8 5 جي في حاجات بقى زي مثلا صوت المونو والكاميرات برضه اللي هي مش احسن حاجه، نقطه الديزاين برضه ما عجبتنيش قوي في الموبايل ده. خلصنا بقى كلام كده عن كل حاجه ممكن نتكلم فيها عن الموبايل، وما تبقاش غير جزئيه الكاميرات. انت هنا عندك كارثه حرفيا موجوده في الموبايل ده، والكارثه دي المشكله انها متكرره، يعني تشوفها في موبايلات كتير قوي في السعر ده، وده شيء اصلا المفروض ما يحصلش. انت هنا عندك كاميرتين بس في الموبايل ده، الكاميرا الرئيسيه اللي هي 100 ميجا بكسل بقى اللي معمول لها الدعايه كلها، كل
كل الشغل بقى ان هي كاميرا 100 ميجا بكسل ومثبت بصر، يعني انت واخد الاثنين بسعر رخيص. بس الفكره بقى تيجي تبص بقى سيستم الكاميرات اصلا مش هتلاقي غير كاميرا واحده بس، وهي كاميرا العزل ال 2 ميجا بكسل. مفيش بقى الترا وايد، مفيش زوم، مفيش اي حاجه خالص. في الريلمي 11 العادي هم شالوا الالترا وايد. ساعتها انا قلت ماشي يعني موبايل رخيص عادي مفيش مشكله، انما تشيلوه في النسخه البرو ليه؟ النسخه البرو دي اللي هي سعرها غالي موجوده في وسط موبايلات فيها كاميرات الترا وايد حلوه جدا. هم حطوا التركيز كله في الكاميرا الاساسيه وبقيه الكاميرات اهملوها تمام. بس الصور اللي بتطلع من الموبايل ده الصراحه هي صور حلوه، مش احسن حاجه في سعرها ولا اقل حاجه. صور تعتبر متوسطه جدا ولكنها فعلا حلوه يعني هتعجبك. انما لو بتدور على احسن كاميرا في السعر ده فطبعا انت عندك السامسونج 34، ولو عرفت بقى تزود 2000 جنيه ولا حاجه وتجيب السامسونج 54 هيكون اختيار مناسب جدا. بس صراحه انا مش متابع سعر ال 54 اول يومين دول، ممكن يكون زاد ولا حاجه. بس اوفر اول يعني الكاميرا اللي هنا تعتبر حلوه قوي، هتديك تفاصيل حلوه قوي بالنهار بقى مع دايناميك رينج كويس، معالجه ريلمي اللي نوعا ما يعني تعتبر حلوه. بس للاسف بقى مفيش الترا وايد ولا اي حاجه خالص، فمفيش غير كاميرا البورتريه بس. وعايز اقول لك الموبايل ده بيصور 4K 60 فريم في الثانيه بالكاميرا الخلفيه. اما بقى بالنسبه للكاميرا السيلفي فهي هنا 16 ميجا بكسل، وعايز اقول لك انها فقيره ومتواضعه جدا جدا جدا. عايز اقول لك ان اللي كانت في الريلمي 11 برو بلس اللي هو اعلى اصلا منه، عايز اقول لك هي نفس بالظبط السنسور بتاع الريلمي 11 برو بلس. كاميرا متواضعه الى ابعد الحدود، هي هتبقى بتديك صور مقبوله، بس الصراحه لو قارنتها باي موبايل في السعر ده واللي ارخص منه هتاخد صور سيلفي الصراحه احلى كتير. فعلا السيلفي هنا مش حلو خالص، هو للوهله الاولى ممكن تحس ان هو حلو، بس حط كده جنبه اي حاجه سامسونج 54 34 24 حتى هتحس كده ان لا معالجه الريلمي فعلا في السيلفي مش حلو. وكالعاده السيلفي هنا بيصور 1080 60 فريم بس. وعايز اقول لك على ميزه كده احنا اهملناها في نص الفيديو، وهي حوار ان الموبايل ده داعم للان اف سي، تقدر بقى تشحن كارت الكهرباء وخلافه بقى بالموبايل بتاعك. وبس كده تقريبا دي كل حاجه انت ممكن تعرفها بقى عن الريلمي 11 برو. فاضل بقى دلوقتي ان انا اقول لك الموبايل ده موجه لمين، او بمعنى اصح كده تشتريه ولا لا، وتشتريه ليه وما تشتريهوش ليه. من الاخر كده الصراحه انا شايفه هو موبايل حلو، يعني بجد هو فيه مميزات فعلا تخليك تشتريه، زي صوت الاستيريو، الشاحن 67 واط، فكره بقى ان انت بتشتري موبايل من BBK عموما، بصمه تحت الشاشه سريعه، سنسور مكالمات سريع، شبكات حلوه، وسوفت وير اكيد طبعا يكون سلس جدا. واكيد طبعا بقى نقطه الديزاين سواء كظهر او شاشه، والشاشه نفسها عموما الصراحه من احسن الشاشات اللي ممكن تجربها في السعر ده. فمن الاخر كده انت بتاخد تصميم وشاشه وبطاريه وشاحن سريع وسوفت وير، بالاضافه بقى لشويه الحاجات اللي الريلمي معودين عليها بقى سنسور مكالمات والبصمه والكلام ده كله. في بقى شويه حاجات عاديه في الموبايل زي صوت الاستيريو، هو صوت استيريو كميزه كويسه جدا على سعره يعتبر مادي الغرض جدا ويعتبر ممتاز كمان. المعالج اللي هنا برضه يعتبر معالج عادي، هو الحاجه الستاندرد يعني بمعنى اصح اللي في السعر ده. نقطه الكاميرات برضه هي الكاميرات الستاندرد. من الاخر كده الموبايل ده ما فيهوش عيوب، بخلاف بس الكاميرا السيلفي الصراحه اللي هي سيئه جدا، ده العيب الوحيد اللي في الموبايل. فمن الاخر كده هو موبايل يؤدي الغرض جدا معاك، لكن لو بتهتم قوي بقى بنقطه الاداء الكاميرات عموما خاصه السيلفي فراجع حساباتك تاني، لان انت عندك حاجه زي ال 34 مثلا تكون احسن منه في الكاميرات. فبس كده كانت كل حاجه ممكن تخص بقى الريلمي 11 برو. اتمنى بقى كده بعد الفيديو الجميل اللذيذ ده تكون عملت لايك، عملت اشتراك في القناه، فعلت الجرس اهم حاجه عشان يوصلك بقى كل فيديو جديد. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي، مع السلامه.